دخل المنتخب التشيكي المباراة بقوة كبيرة بحثاً عن تعويض خسارته في الجولة الأولى، ولم ينتظر طويلاً لافتتاح التسجيل. ففي الدقيقة 5 نجح ميخال ساديليك في استغلال ارتباك دفاع جنوب إفريقيا وسجل الهدف الأول، مانحاً منتخب بلاده أفضلية مبكرة. بعد الهدف، واصل التشيك ضغطهم الهجومي، وخلقوا عدة فرص خطيرة أبرزها عبر المهاجم بيتريك شيك الذي اقترب من مضاعفة النتيجة أكثر من مرة، لكن الحارس الجنوب إفريقي ودفاعه نجح في الصمود. جنوب إفريقيا تستفيق تدريجياً. مع مرور الدقائق، بدأ منتخب جنوب إفريقيا يدخل أجواء اللقاء تدريجياً، واعتمد الفريق على التسديدات البعيدة والهجمات المرتدة، وكان تيبوه موكوينا الأكثر نشاطاً في وسط الميدان، إلا أن المحاولات افتقدت للدقة خلال الشوط الأول. انتهى الشوط الأول بتقدم التشيك بهدف دون رد، بعدما فرض والمنتخب الأوروبي أفضليته على معظم مجريات النصف الأول. مع انطلاق الشوط الثاني، ظهر منتخب جنوب إفريقيا بصورة أفضل بكثير، وبدأ في الضغط على دفاع التشيك سعياً لإدراك التعادل. في المقابل، تراجع المنتخب التشيكي نسبياً للحفاظ على تقدمه، وهو ما منح منافسه مساحة أكبر للاستحواذ وبناء الهجمات. ومع اقتراب المباراة من نهايتها، كثفت جنوب إفريقيا هجماتها، وكادت أن تصل إلى الشباك في أكثر من مناسبة، بينما اعتمد التشيك على المرتدات السريعة. في الدقيقة 83 احتسبت الحكمة ركلة جزاء لصالح جنوب إفريقيا بعد لمسة يد مثيرة للجدل داخل منطقة الجزاء. تقدم تيبوه موكوينا لتنفيذ الركلة وسددها بنجاح في الشباك، معلنا هدف التعادل وسط فرحة كبيرة للجماهير الجنوب إفريقية. شهدت الدقائق المتبقية محاولات متبادلة من الطرفين لخطف هدف الفوز، وتم احتساب 7 دقائق كوقت بدل ضائع، لكن النتيجة بقيت على حالها رغم الإثارة الكبيرة حتى صافرة النهاية.